القديس ديديموس الضرير. القديس ديديموس الضرير المبصر رغم العمى. كان في قديس عظيم عاش من زمان قوي خالص في القرن الرابع الميلادي، اسمه ديديموس الضرير. لكن اوعى الاسم ده يخدعك، ده ما كانش ضرير زي ما بنفهم، ده كان مبصر بعقله وقلبه لدرجة كبيرة خالص. ديديموس اتولد في مدينة الإسكندرية اللي هي كانت في الوقت ده منارة العلم والثقافة في العالم كله. لكن هو عنده 4 سنين بس حصلت حاجة صعبة خالص، فقد بصره. تخيل طفل صغير يفقد نور عينيه وهو لسه بيبدأ يتعرف على الدنيا. لكن ربنا عوضه بنور تاني خالص، هو نور البصيرة والفهم. بسبب فقدانه لبصره ما كانش يقدر يقرأ زي أي حد تاني، لكن ده ما كانش عائق بالنسبة له. كان بيسمع الكلام ويحفظه بسرعة خارقة، لدرجة إنه قدر يحفظ الكتاب المقدس كله عن ظهر قلب، وحفظ كمان كتب الفلسفة والعلوم الكتير. ويقال إنه كان ليه طريقة خاصة يستخدمها علشان يقرأ، شبه طريقة برايلي بتاعتنا دلوقتي، علشان نقدر نتعرف على الحروف بلمسه. أبهر ديديموس كل اللي حواليه بذكائه وعلمه، لدرجة إن القديس أثناسيوس الرسولة اللي كان بطريرك الإسكندرية في الوقت دي عينه مدير لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية الشهيرة. وقاد ديديموس المدرسة دي لمدة تقريبا 50 سنة كاملة، وكان بيعلم فيها أهم العظماء في عصره. تتخيلوا مين من تلاميذ القديس ديديموس؟ كان من تلاميذه القديس غريغوريوس النزري والقديس جيروم، وهم من أهم آباء الكنيسة. ديديموس الضرير ما كانش مجرد عالم، لا، ده كان مدافع قوي عن الإيمان الأرثوذكسي ضد أي هرطقات، خاصة الهرطقة الأريوسية اللي كانت بتقول إن المسيح مش إله. كان بيكتب رسائل ومقالات ويرد على كل الأفكار الغلط ده بعلم وبصيرة. أغلب كتبه ومعظم تفسيراته على الكتاب المقدس ضاعت للأسف مع الزمن. لكن سنة 1941 العلماء اكتشفوا مجموعة من البرديات في مصر كانت فيها أجزاء من كتابات ديديموس الضرير، وده كان كنز حقيقي للعلم. قصة ديديموس مش مجرد حكاية قديمة، ده درس لينا كلنا علشان نتعلم منه. شوف ازاي ما تخليش الظروف تكسرك. ديديموس الضرير فقد بصره وهو طفل، ودي كانت أكبر مشكلة ممكن تواجهه، لكن ما استسلمش، بالعكس استخدم إرادته القوية وذكائه علشان يتخطى على العائق دي ويصبح واحد من أعظم العلماء. وانت كمان لو عندك أي مشكلة أو حاجة صعبة بتواجهها في حياتك، اوعى تستسلم، استخدم إرادتك وإيمانك علشان تتخطاها وتنجح. استغل موهبتك. ربنا أعطى ديديموس ذاكرة قوية وبصيرة نافذة، وهو استغل الموهبة دي أحسن استغلال. فكر في المواهب اللي ربنا ادهالك سواء كانت بسيطة أو كبيرة، واستغل في إنك تعمل حاجة مفيدة لنفسك وللناس اللي حواليك. بص بعين القلب. ديديموس الضرير كان بيشوف بعين القلب والعقل، وده اللي خلاه أعظم من اللي بيشوفوا بعينيهم. الحياة مش بس بالماديات أو باللي بنشوفه، الحياة بإنك تبص بعين القلب وتفهم الأمور بعمق وتحس بالناس اللي حواليك. العلم طريق للنور. ديديموس كان عاشق للعلم والمعرفة، ولو عايز تنور طريقك اتعلم واقرأ واعرف. العلم والمعرفة بتوسع الأفق وبتخليك تشوف في العالم بشكل مختلف. ديديموس الضرير بيعلمنا أن النور الحقيقي مش في العينية،
النور الحقيقي في العقل والقلب. خليك مبصر زي ديدموس حتى لو كانت الظروف صعبة.